بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا بعض السماح الأستاذ بوحريق وكسي الحاج عبد اللاوي، الحمد لله تمثلنا غادي ناخذ منا في التدوير تاكني في المحاضرة. يطول شوية الديبا الحوار دايرني الصفر حنا طاس على كل حال، مادام الحمد لله ثمورثنا كويس الخير، ثمورثنا مازال ديك الحرقة النية في الدين في السمينية في الدين دايرني الصفر حنا سواطاس لا ثمورث نحساب لنا ماذا البعض نسمحكم بيمين بعض الدقائق قليل تأخر. ريت مثلا سجل الدرس 22 من دروس بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني. وكنت سمحتيغ درسني عدان نشب ديون الباب ذا جديد اسمه الصلاة الجماعة والإمامة. ديون الموضوع يسعنا زي زدام قران أنا خدي 3 الحلقات ثاني عدان ثين بسام كنت ديكم خاطر دي 6 التفاصيل سي دي ديتاي نحوجي ثنت ذي العبادة النغ ذي الظالث النغ صلاة الجماعة. نناد مرد صلاة الجماعة معنى تؤدى في مكان واحد وفي زمان واحد، معنى اتحاد الزمان والمكان، اتحاد الزمان والمكان باش اسيني صلاة الجماعة مولاش ماشي صلاة الجماعة. نفكد مثال ما إلا ثورة كان صدقي نورمال نزاد فير الشيخ جماعة أقل إمكانيون زمنيون مهما كثرت الصفوف ولاش الفرق يا سيف ذرار مادام يتصوت الصوت وقال لك يظلم فير الإمام تعتبر صلاة الجماعة. ولكن أيضا وحدة الزمان الوقت ديون، وحدة المكان إما إلا الزمن واحد والمكان يختلف. مثلا لما كان يظل في الراديو هذيش على الراديو غادي يزال التراويح فير الشيخ السديسي ديريكت المسجد الحرام الكعبة الشريفة نسيت زالا نسيت كي الخميس يتكيس بيان تلفزيون زاتس يتوالي يتبع المخرج سوا في الكاميرا مرض في الشيخ مرض في ضراء الحرم مرض في نسيت زالا مي يركع الشيخ السديسي يركعه نورمال وفي خلفارة. ولكن هذه ليست صلاة الجماعة خطر مخلفا، يعني في الحقيقة ما ذي الزمن ما ذي المكان ذاك حتى الزمن يختلف لأنه من السعودية الجزائر مخلف الزمن ذا مكان مخلف. والناس صلاة الجماعة الساعة الفضل ذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم نسيل أحاديث أو مجموعة أحاديث لان دو كاتيجوري. الصنف الأول لان 25 درجة ولكن معظم الأحاديث لان 27 درجة 27 درجة يعني الزيادة ظليث الجماعة فقد الفضل ذا القرآن في كذا التفاصيل قد درسني عدان. السجنية مثلا أنفذوا ذي النقطة الأولى. أولا درس بسمع 22 نهضر في هيئة وقوف المأموم مع الإمام. هيئة وقوف المأموم مع الإمام يعني أن دا ريقيم المأموم بارابور الإمام ذي ظليث الجماعة. ثم غادي ما يزول واحد سوم ثاني فان كان هضر في صلاة الجماعة لانت احتمالات وحالات. الحالة الأولى ما إلا أرجاز رجل يصلي يعني وحده يصلي مع الإمام يعني الشك ذي الإمام فقط، ما إلا زول الشك ذيون نتساد الإمام كشيني ذي المأموم أنسرك دياس أنساد يقيم هل ترى في فوسيك نفز المض ذا قد يون الحديث. السنة طبعا أن يقف على يمين الإمام. ابن عباس هذا يرضى ربي فلاس إناد نمتو يعني يقيم جون بخامة كني هذا تسيلياسيوس تمغارتا كني نسار ورس من بعد يسد النبي صلى الله عليه وسلم يزوري تيد فسد وقت الصلاة يسعى زهر يزرق النبي صلى الله عليه وسلم إن يكفى توضأ ثم قام يصلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحكوا فلاس الحديث الصحة يروي الإمام البخاري إن يكفى قمت على يساره يسد أفضل المضن في صلى الله عليه وسلم في فد باش هذه الزال الإمام ابن عباس يسيسد أفضل المضينس ماشي في يفوز. من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يجفدي ثيد فأخذني ووضعني عن يمينه يعني يجفدي دكا إنيس يغلد في فوسه يعني الحديث الصحة يسوف غثيد الإمام البخاري. إذن خلاصة القول في نقطة يجيني
ما تزلظ ذفير يون ذي سيمثون كان يعني كشيني أو كذنسا تفغم الظالم جماعة أنسس دست الإمام ثم مثلا أخ كريم مثلا زداثي ما نسيد الإمام إن كان ظل غيدس واستسغر فلاغوشين سدس فلا دروات أيوه لا دروات على اليمين ينس ولكن السنة تقتضي أن ألتصق به وأتأخر عنه قليلا سيتادير هذا السقا كاين شوية طح ولكن بعد شوية فلاس يعني الكورينوك الكورينس ولا قارد فرقا ولكن ولا قارد دسا الكتف الكتف أما كنت ورا الظلمة كان الصف الكتف الكتف تيسر ثايد صدر هكا ولكن ما الذي سيدنا كان ينزول سيدنا كان ينزول المعنى إلى أظل الريفي سكا في فوس وذو أخرى شوية أردفي نديروها لا براتيك تفضل كان بعد شكل كان سريعة نساد الإمام وسير السياقي خطأ هكا سيفو مادام تسيد الشيخ تسيد الإمام تيظلل أدي غير كالفراز فيه هذا الإمام نتا يمكن أتأخر عنه قليلا هكا ولا الكورينو وريفع دار فلاس مازال ملتصق ولكن أكرمكم الله يظهرنا ماشي كيف وخرج شويه فلاس هكا إذا نساد الإمام كاين المأموم هكا ولا ما يساد من بعديه والفيري يعقد بين كيني نتيك زون فيرس أدو خرج شويه هكا غنسى يقدم شويه هذا هذه قضيه جالسه الإمام فمارست ثقي ذي الحالة النظام إما إلا سينيثنا نغ أكثر ذي سينيثنا نغ أكثر ولا ماذا الصبي نقشيشا مشطوح ماشي كذا لما ذي رقاز كان خاطئ ولا ما إلا اللي غنكيني أكو ذيون الصبي يتزالى مزي يعني طفل ولو لم يبلغ الحلم مازال يسعى 7 سنين 8 سنين أنزل فيرس ماشي وناس ديال السيونسيه انا نزل نخدم الصف كيس نديرو صف غنخدم الصف الفيرس صافي نتساغر ذات الامام نكيني ياكل قشيشني اقروذني انزل فير للامام هذا قلت الاحاديث يند النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه حديث ابن عباس حديث انس لن يعني اتصل مثل حديث نتاع انس يهضر دينا صاففتو واليتيم وراءه اليتيم نقشيش مشطوح ذوجين والعجوز من ورائنا ذي الحديث هكي حديث البخاري الذي مع فتح الباري إنك والعجوز من ورائنا يعني أرجس كم صحابي أكذ وقشيش مشطوح ذفير الإمام وذفير نسن العجوز ثمغارث لكن غنفهميو الحكم الفقهي أنه تجور ثمطوث أتسيلي ذفير ولا ما إلا تمطوث برقاز نغض يماس نغض ولتماس نغض يليس ولا قرأت الظل كاف يعني أرثماس الظل ذفير توصل لي خلف الوضعية الحاجة الثالثة إذا كان رجل واحد أو أكثر مع امرأة واحدة تاقي يعني ممكن فلس شوية أو أكثر مع الإمام السنة أن يقف الرجل أو الرجال مما الإمام خلفه ما إلا ذرقز يون نزوار ذيكس ما إلا سين يرقزم نغا أكثر أظل ذفير الإمام أن كنسن أدخل من الصف وذفير يرقز لني تسلاوين أما يوث ما أكثر ولا ما إلا يوث وحدس معليش تظل وحدس ماشي لما تستثنى أكثر يوث وحدس وكدني باش تفهمه ولو كتسيلي تمطوثيك ناض يماك ناض جيداك ناض يليك ناض ولتماك ولا ماشي السكان كشيني غير زداث نتساث غير ذفير هذا عاوده تلقى مساله مهمه خاطر تصيك سقسين فلاس اشيني ما الا الان كذيما الان كذيما ناض تمطوثي وناض ولتما ناض يلي فقط ولا شركاز يذي عندهم كانت تمطوث الزر شي ذي الإمام أتزلط رزدات ذي الإمام ذفيريش أما غيوثن تمطوث أما غصنات أما غشثر أتزلط ذفيريش ما يتصل سنة تخدم انتيون الصف ما إلا يوث تخدم الصف وحدس هذا ثانيا مقام الإمام من الصف إما إلا
طبعا ثقيل زرات، ولكن باب التاكيد من الناحيه المنهجيه الى قال سيدي ناوي ثم ثقيل الجامع يفان الامام مثلا ديال المحراب نكون قلاض فير يفان، ولكن ما يذكو خام ذي فران ذي الخلان غندن لا. دائما الامام كما ورد في الفقه الذي شرح الاحاديث ديوسان، اما في كذا يجمع صاحب بلوغ المرام ابن حجر العسقلاني، اما الاحاديث ديوسان ديال البخاري، اما ديال مسلم، اما ديال الموطأ، اما متجمع ذاك الاحاديث هذا السفر ما يسمى بفقه الحديث. فقه الحديث من دلالات الحديث. فهذه الاحاديث كلها شراح الحديث كلهم اتفقوا باش مقام الامام يكون في وسط الصف، ديال الوسط ديال الوسط، سوى ما الضروره بامكانه يضيق يكون ضروري يضيق لشوط كان بامكانه كي قلنا رزدات الى قاتت في الامام من بعد الاركيتكتور بخامن ينغشو تستخدم بطريقه وريزمير الامام ديال تفتل الناس ذينا الله غالب تصبح ضروره جائزه. هذه الصلاه جائزه وتجزي اصحابها يقينا، ولكن ما الا الذي لساع وسعا الصف ميك خدم الصف الامام يتوسط هذه يقيم ثلمست. طيب سيدي الى حديث ابو داود حديث ابي هريره إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا الخلل، يعني ارث الامام ذي ثلمست. وجي حديث ابي داود ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام هذه الطف ثلمست. واضح. النقطة الثالثة المسألة غبوسة تصيد سقسين فلاس إعادة الصلاة لفضل الجماعة. يدرسني عدان نفقند باللي صلاة الجماعة تسعى الفضل، تسعى الدرجة عليهم أكثر من صلاة الفذ. طيب الآن السؤال مطروح، إما إلا يون ذهنغ يزول وحدث مثلا صلاة الظهر يزول يتوحدث أم بعد وسند جماعة غتظلن صلاة الجماعة نغث الشمض الجامع تفضل مازال ظلن تفضل مازال ظلن ذينا إلها أتسعوض صلاة الجماعة يلسن من صلى الفريضة. هكذا ورد في الفقه في فقه هذه الأحاديث اللي وردت في بلوغ المرام وغيره. من صلى الفريضة وحده يظل تظلت الفرض وحدث ثم وجد جماعة يصلون يفوت جماعة تظلن يسن له من باب السنة طبعا ماشي الفرض، خاطر الصلاة الأولى تجزئه يعني ذمته بريئة. ما فات الظل وحدث صلاة الفريضة ذي الوقت خلاص يعني الذمة ينس بريئة يقدر ربي في الزلزاليث ما تشوف ليش هذا يعود، وكذا من باب السنة باش ينال أجر الجماعة يسن له أن يعيد معهم الصلاة أي غير للحصول على فضل الجماعة على أجر صلاة الجماعة باش يوي الأجر تظليث الجماعة. ففي حديث محجن وهي حديث معروف إناد أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجلس فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه ورسول الله كذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم اغرزوا ظهرك مع الجماعة ماشي ذي نسلم بشيني. فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. يزول ذوك خامس للأهلي نس يعني ذي عقال نس يزول جماعة من بعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس فتصل الجماعة يدز ذا شت وحسب ما كنت صلاة النافلة. طبعا إذا كان الإنسان ماهوش في حرج يا جماعة الخير ماشي بالسلامة ولاقي مثلا ذي ليون يزول صلاة الفرض عادي وبعدين ممكن يخسر الوضوء وكذا وبعدين يجري من يطيق بالك هذا يجري شغال يسبالك إذا كان في ساعة من أمره خطر الدين يسر تجد السنة ماشي الفريضة يعني من السنة الإعادة مع الجماعة تحصيلا لأجرها ما يليوني الزول فظل اثن الفرض وحدث أم بعد ثغليد صلاة الجماعة إما يكشم الجماعة يفنور الزول النار كيرنا الظلم اكشم يلسن أتظلط أتاويض الأجر من صلاة الجماعة نغمى إلا ماشي ذي الجامع
ولو كان عندك الخدمين عندك يوغ الحال كرن يمذان نظل صلاة الجماعة شديجة الزلط من السنة أن تعيدها استعوض أكد الجماعة باش تعوض الأجر تصلي الجماعة. طيب سيدي، ولكن فيه مسألة فيها ديتاي مهم. إلا في المسجد مع إمامه الراتب ما إلا يوني الظل فظليت ولا يعيد من صلى وحده فضل الجماعة إلا إذا كان معه شخص آخر غير الإمام، فلا يعيد وحده مع الإمام. إلا في المسجد مع إمامه الراتب ثلاثة شرحتيت فإنه يعيد معه وحده لأن الإمام الراتب له حكم الجماعة. إما إلا يوان يشمد الجماعة يفاد الإمام وحدس ولا شيء الغاشي، ولكن بشرط أن يكون إماما راتبا، يعني إمام المسجد إمام ثابت. ذا الإمام يتزلان ذكيون الجماعة نسيت الشيخ الجامع عني في الشمضد غاس وحدس مثلا الشرغورس اللي جات زول الشيني وحدك أتزل يدس إن الإمام ذاكي له حكم الجماعة. سبحان الله، ذاكي فضل الإمام الراتب له حكم الجماعة. لذلك العلماء بودري دي دايثياض مقاذني مثلا سمحيي أجي تظلت المغرب مثلا تورا نزوليت هذا أم ثورا كنسي الحاج نسا دورتار نبض دورتار ونزولار المغربية دون ونزولار جماعة كيس نزول أنت يزول واحد يسير كزولة واحدة زولة واحدة وفرات ماشي نخدم جماعة وحدنا أيضا خطر أقلق في مسجد له إمام راتب. وقلت كان يمكن الإسلام يحرص على وحدة الصفوف باش ذوك الصفوف باش هكذا، مما إلا وانت يسال مجموعة ظن واحد إلى آخره يقال ماشي يعني مسجد راتب الإمام ماهوش راتب تسيلي الفوضى داخل المسجد. طيب، ومن صلى في جماعة لا يعيد في جماعة أخرى هذا يعني ما إلا يوني زول في جماعة زول 4 5 زول كيف سيون الإمام نسن أبري فات جماعة النظام لا يعيد الجماعة ولا شو اللي تفارق سمحتي ذي الجمعوية ضد المذهب الشافعي هو المطبق. أتواخذ مثلا دي مصر مثلا 6 هورا لما العصر طول العصر كل دقيقة سنة 3 4 5 تفضل جماعات خاطر المذهب الشافعي يجيز هذا حتى في المسجد كان الإمام الراتب هكا المغرب العشاء كل شوية تصل إقامة الصلاة طبعا ذاكي مانيش في التفاضل في المساجد أو في المذاهب، ذاكي مسألة أخرى. ولكن ذاكي المذهب المالكي يريد توحيد الصفوف أكثر، كان إمام راتب صلى صلاة الجماعة يكفى. ومن صلى في جماعة لا يعيد في جماعة أخرى ولو كانت أكثر عددا، يعني ماشي سينك زول هاك ثلاثة غير الزول تغريد لوكازيون في 10 نظام سيني رجو كان هذا سعيد خاطر زول هاك 3 ثورة سيغ لوكازيون باش زول هاك 10 ولي تعاود له. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث الصحة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يدينا إنس لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، وذاك يقصد صلاة الجماعة لا تعاد مرتين، يعني ولا قال الزر صلاة الجماعة مهما كان العدد ولا ما إلا شويط ماشي خير لا أبرا يستعوض وقت الجماعة النظام ولو كان 100 200 لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. حديث الصحة يستوضح الإمام النسائي. ويستثنى من ذلك الإعادة مع الجماعة في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فإنه مندوب إليها حتى لمن صلى صلاة الجماعة خارجها. يعني الإكسبسيون ما إلا يوان يزولك الجماعة فظليث الفرض من بعد يسم المسجد الحرام ذي الكعبة ذي مكة المكرمة يفنكرنا رزاليث الجماعة مندوب باش سعيد خطر أمكان قيس فضل زائد غياك في الجوامع وياضك ندوري ثاك وزارة دينا الصلاة ذي مكة المكرمة تعديل 100,000 صلاة في غيرها من المساجد، يعني في غيره من المساجد صمي الله ماشي شوط الله يبارك فظليت
وين يظل يوثن طهور مثلا في مكة المكرمة، في الكعبة الشريفة، في الحرم المكي، أماكن يظل 100,000 صلاة في غيره. وذي المدينة المنورة أماكن يظل 1000 ميل. ميل ذي المسجد الأقصى في فلسطين 500. ذاكي اونتر بارونتيز باش نزر شو يسوى الحج الى بيت الله الحرام، شو يسوى باش هذا شارك مثلا سمح لي غاسي ساعات زمرت، ولكن ودي تحجوا ودي تساوي العمره وكذا. ذا الانفستيسمون يخدم لغه التجاره، ولكن التجاره الاخره. وإلا قال 5 بروجي موري زميرا الله غالب ربنا لمن استطاع اليه سبيلا. اما يزمر من الناحيه الماليه هذيرين نغثى زمرت من الناحيه الجسديه يساعد زمرت يسا الصحه هكا. ايوا طيب صافي مرة نزرا كل خيراكي يزمر بعد ما يعتسف يصرف هذا ريميس هذا يجي مولانيس وكذا، خاطر سي ان انفستيسمون فرصه غادي يروح من كل صلاه ايترنال. بارك الله فيك. ومالوريزمون ثالث الحاجه يوصل الظاهره للغاشي ذينو زرنار ذينا سير بلاص ذينا هذه الطاس نورمال ثيفات الفجر ثيفات الزليت 5 الزوله ذكواس يزمر كاين ساكي تفض كان يوث قضاء كان يوث وخدم الحسابيس سورتو ذينا سمحتي هذا هضر سورتو في كذا يروح للسياقار ذينا خاطر رساله رونديفو لا ثغاط لا تيكس ولا في خصيتي دي جماع ولا يفكك دوارو ما تنديوي وراشني ذاك الله غالب في كل عبد السفه العقل الطون ديال دن الشيخ وكذا تروح تسوي شوط يفكي سا 5 ولا كذا مثلا تروح صلاه الجماعه. نسال الله العفو والعافيه. ولكن ذي الناس تروح من اجل هذا وقيس شغلك يعني تروح تتفرغ للعباده. وما في رمضان ما في غير رمضان تجي رساله فقط لمن يهمه الامر كما يقولوا في دنيا المراسلات، باش يعني ما يروح يون توصيت في الموراك توصيت تلقى قاضي حافظ في الفرايضيس في الزاليثيس ذي الجامع او هرب ذي اللي قدام الكعبه ماشي الزال ديال التروطوار خاطر يقوى الغاشيه ما ديال رمضان ما تقول سنويه العبد ما يجتهد ام بعد ما لا يجتهد الله غالب ذاين له اجر الاجتهاد ان شاء الله تعالى مادام راه في الحرم راه يصلي. واذا كي غتفتح رساله النظام ماشي يونا في الزحمه باش ينال الاجر يطبع وكذا كي المهم سيدي وزاره الكعبه فاس هذا خويا اجتهد وقلت تاخذ الرقاب ثقي والهرا وكذا جوا معاك غادي يسيو نوروطار من بعد قوس الجمعه تصفض السيهين يعددك في ثويات في الغش اسني يخدم كانك ارثك ثقي سمحتي يمي مدير الكعبه كيف تصفض الشات تقيم من ساعتين تراجوض الصلاه تنتظر الصلاه بعد الصلاه وكذا تسبح وتقرا القران وكذا والله هذا السنه ذاك السفرس بامكانك تطبع انك يرضي الطيق الله غالب بدعوى الحصول على الاجر. فهمني كان الغاشي باللي ذينا لاجر يسعى بارام سبيسيال يعني لاجر مقارن تسون باللي ميم ذنوب كيف إمي يروح يطبع يون ذينا شي كسام كان كيطبع كيذمر يرميه موش ما دركاس ما تمطوط ويطبع سوا وباش هذه وصل زور بركان والله ما يهمو يسعى ثويات يفكاس ربي الجهد القدام ناض سنكر الخا والله يذكرهم بالخير سي فيك الله اسيد دخلنا كاين ذا الحيض الخدمنا كان يا تصدم لا محمد رسول الله لا غاس الجافري دا واش ديروا فلاك اشو الخشوع دي يقولون اشو نغويه هذا درنا هذا نقطه مهمه مادام قاضي الموسم الحج وكذا باش يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم في مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اتصفطت في الدين دي 10 سن يون دي دوك السنه ديال الزال اسيني الزال تخدم لكني شغل سارك لكني ذي الحيض الله راه الزال براحتك يقلا لك هذا الجيرين هذا بيرتربينك الدعوه الى اخره ثقيوس الهرم كنا في صاص من الصاع عمر بالخطاب ناس الشريف كيك ربي الجهد كيك ربي الصحه بصدوريا الغشي بالعقل روح بالسكينه بالوقار بالهدوء ماشي قاعه الرياضات باش تخدم الرياضه او تستعرض العضلات خاطئ. هذا هو الاستثناء. ومن صلى وحده واراد ان يعيد لاجل الجماعه لا يعيد اماما. ثقي مساله مهمه اما لا يوني الظل وحدس اباري يسد وايض اسيني ارواح زلسك خاطئ. مثال ما الاخ كريم وري الزلالة كيني زلة وحدي مثلا المغرب زلة وحدي
الميت يكشم نتسا اسيني غروح جابك ربي انا نصلي بك امام لا ذي غدا وغ الاجر ذي نتساري زانيس خاطرك ديجا زولا جاب ربي واضحه ما الا كاين ديجا زولا وحدي فصليت المغرب وحدي من بعد يساد الاخ كريم مثلا يساد وحدس هذا السيني ارواح نزل جماعه ذني كاري يزال نيسك خاطئ انزل جماعه ولكن ذني تساري يزال الامام ماشي ذنك ان كاين القيمه ديال المأموم باسكو ديجا زولا سي دي ديتاي ولكن مهمه. طيب سيدي العلماء ندو كل الصلوات تنتعوض ما عدا صلاه واحده يضرش في الصلاتين فصلت المغرب سبحان الله ديختي ديك سبارتور باش نزراه باش نسوي ستومانه صلاه المغرب خاطئ خاطر ما الا كاين الزلق صلاه المغرب وحدي فصلاه المغرب ويتر 9 ركعات سنتي مزوره الخمس تحيات تنكر في ثلاثه لو كان ذي عوذه الزلغ فير الامام اما يونا مطاس ثغال صلاه الشفع ثغال 6 ثلاثه مزوره ثلاثه ثياب في نقوره وغالت 6 تروا 6 صافي نو يكتي زولا اما الصبح اما الظهر اما العصر اما العشاء في كذاكي سيد الحق ما زلطن توحدك تفيض صلاة الجماعة اكشم يدسن اتصل يدسن تنال الاجر اجر الجماعة. ما صلاة المغرب ليكسبسيون فصلاة المغرب خاطئ خطر الصلاة الثانية قال العلماء تعتبر لك نفلا بأجر كبير بأجر الجماعة أمكن في النافلة ولكن استجر الجماعة ما يلا زور المغرب وحدك تغريد لوكازيون نتاع الجماعة أترنوض تعوض المغرب ثغلا ما كنت الشفع هي وتر هي ثلاثية 3 صلاة وترية 3 ركعات 9 مثلا 3 وغانت 6 فبالتالي لا المغرب خاطر زور وحدك تربح يكفي زور جماعة يكفي خلاص. رابعا النقطة الرابعة إذا أقيمت صلاة الجماعة قيم صلاة الجماعة اسمع قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هل ترى يجوز بشوايض ويد يوسان أوروطار مثلا نشمد غا الجامع الشيخ يكر غا المؤذن يكر إن قد قامت الصلاة قد قامت يعني خدم إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله نسي خدم إقامة الصلاة نكوني مثلا الزولار بصات يوم الزولار الطهور نقول الزولار العصر ثوار ديك الشمال العشاء نقول الزولار المغرب هذا نفكر مثال المغرب العشاء مادام قراضيس نكر باش نزل صلاة العشاء نسلا الإقامة إقامة الصلاة يسد يون يكشف دي ثبور فيهين هذه خدم حساب السينيتيا أروح أزار المغرب سيمي الشيخ هذه في تصلي يمكن تدحوصة هكا خاطئ لا يجوز بحواصو ديثاكي زيد جماعة شحال مرة تيزيو زكي يعني خير لي جوري كاين رابيد ديناميك تم تداول رابيد سيمي الشيخ غادي يسقمك الصفوف اسيدي استووا استقيموا جلستي من ثيتر وكذا كاين حصره تداوي غاكم ماشي كان يوث وليس سورتو الدين الرطار ديال بالك طهور المغرب العشاء صغار طهور العصر المغرب تيزول راه اشيني نورمال ما ثرويه كون لحقها واحد ركعتين تنقولها صافي دير توجور بغلاجر تاع الجماعه اللي كالكولاكين بطلا. الور اذا اقيمت صلاه الجماعه في المسجد داخل الجامع فلا يجوز لاحد ورجوزان يسن بعد ان يشرع في صلاه اخرى غيرها سواء كانت فرضا أو نفلا يعني ولا ماذا ركعتين تحية المسجد هذا الشمض كان أتصل الشيخ قد قامت الصلاة الله أكبر وسقرت بروفيتي ركعتين تحية المسجد خاطئ روح مباشرة اكشم أكذ الصف. حديث أبي هريرة يناد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
العلماء سمي شرح الحديث إنه المكتوبة الحاضرة خاطر يزمر الدينيض باللي أظلغ تظليت المكتوب هذا الفرض المغرفوط الزلغان إذا أنت ثلاث بروفيتي غادي تتزلق أبارك الشماك ذي الإمام صلاة العشاء خاطئ الشماك ذي الإمام صلاة العشاء من بعد الظل صلاة المغربية تلقى على كل أنت تديني غدار صوايض خاطر واكين يسكت عاود غير صلاة العشاء وتعاود غير لن تفاصيل ملح قاصة الله يبارك مولاش الدرس وايض صافي نفهمش معنى الحديث يقول السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الحديث يصحى يسوفغتي الإمام غيصوري الإمام مسلم والبخاري ثورة أذروحها النقطة الخامسة خامسا صلاة المنفرد خلف الصف يعني ما لا ديسي ولا دي في صلاة الجماعة أبري يسد يون وحدس شارع يخدم ما يفاد أمكان قيس داريك الشم أن داريك الشم هذيك الشم اون برانسيب يعني ماذا بك دايما أنا عمر الصفا مزوارو ثم الذي يليه ماشي الصفا مزوارو مازال يتشور نكون نرنوي السين والثلاثة إلاق ألما يتشور الصفا مزوارو كومبلي أنا وهذا الصف الثاني وهكذا كل صف ثم الذي يليه هذا ماذا الأخير إما يسد يون يشمد غير الجماعة يفاد صلاة الجماعة وإذا قال يفغل عقل كان يروح هذه 5 صف وحدس هذه هو الصفان قالوا ما إلا كان ما إلا كان هذيك الشمديس أمكان ما إلا ولاش أدي يشفذ يون من غلب على ظنه الفقه مفهوم سيتادير ما إلا ذي البالك بلي الفلاني لو كان يتجفد غير غوال هادي يغال شويه مار شارع إما ثرى داك ذيون حضر لا غال سيمي تجبض سيمي ولا ما غلطت شويه تجبض شويه غير دفير مستر حظ كان هكا مستر حظ كان أذيون خاطر انت مساك شو تسينا راه يونو باسينا كي كزاصات الجامع إنا كيخدم كتزلا يولي زميد هذا تظليت هنا يخدم ساكا شما ويتزما تظليت هنا يمشي كذا فوسيس خاص كاسي لاباس بخير صافا سكواسني ناك ميديك زيماس جالي يزم خاطر يا تشوار كود ماس شزات مخا كاع مسكين زعما اسخل ما كاينش كافوسيس انت وزارك مفهوم الله أنا كيف كافوسي وباش هذا يتزمازن تايب كذا فوسيس الناس خص كاسل نكسيوسي على باس بخير اشي خربوك تظلي فيه طيب اسيدي اذا نناد صلاة المنفرد خلف الصف هناك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المنفرد خلف الصف يتزلى راه واحد خلف الصف ولكن لون يوث الواقعات ظرا ذي الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كذب بكر الصديق الحديث يجي الصحة يرويه الإمام البخاري أبو بكر الصديق يساد أوروتار غير الجامع النبي صلى الله عليه وسلم يبدا تظليف جاء متأخرا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يركع نتركع قبل أن يصل الصف يعني الصفوف ذاكين تذيهين كان باش خاطر من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة يعني أما ذبيك أما كد نشرح درسني عدان أما ذبيك بنادم أذ يحضر سورة الفاتحة مع الإمام يعني أتفضل التظري تأكد الإمام إخر أفضل ولكن ما تدور الله غالب مثل حقض ركعة واحدة الركوع الركوع يعني تفضل الشيخ هكذا يناد الله أكبر وقضى الركوع الشيني أركع يذس مثل ركع ضيذس الركعاني حسفيت هذا هضر في الاسم بعد صلاة المسبوق ما يكفي الوقت مولاش الدرس واير المسبوق وين كني يعني ديوسان روتار الزواري صلاة الجماعة لقد في تفاصيل دقيقة خطر مثل المغرب مثل العصر مثل صلاة الرباعية ثلاثية ثنائية ميم صلاة الجمعة أتفضيوني يسال صلاة الجمعة يلحق ديوثنا ركعة فقط
الطارة غادي يثنى ركعة أتوحسب الجمعة إن أتكشم ديال الظهور أتوغر الظهور غادي يرقع 3 أمشي راه يخدم. كذلك صلاة العصر مثلا يلحقد 3 ركعات أمشي دير ركعة ظليتيس أمشي تيدير رقع ما إلا يلحقد يثنى الركعة 3 يسيروحن يسيفاثن أمشي دير رقع 3 ياكي هالطار ذكر كدير الله أكبر من بعد أنت ديوي 3 أتصل التفاصيل أنت دنفك باش تضرب يا ساكن غير الدرس وايض ثورة ساكن شو حواجه أديني فين ظرني أبو بكر الصديق أخذوا ياك أدك الشمض أدخل الشيخ يبدا تظليت يركع أركع يدس الركوع يحس فيه ماشي من السجود ما ثفت ذي السجود خاطئ وتحت فراثنا اكشم ذا تراجو راه ذا كان الغشي يرجو هذه قيمه تراجو امشي تضرو هكا تيجي كضرورتي الجوا معنا اكيد زوار زوار فيزير بس يوني راسي ورك الشمراني شو سنا هذا القاعه تيفوتي الناس هنا كنتوثا رفير هنا صافي الشمار ديال المشاكل الور هنا كاين لا هذا رجو اديفان مثلا صلاه العشاء هنا ما يكر الجهر صافي فهمها يثير روحا لا سي فاسيل راه ترابينا إناش ولكن ما إلا 3 4 إناش تنا عرق أنت مش ترقع خاطي اكشم أبا السين بعد اكشم با بروبليم صافي في غادي ما إلا ذي السجود اكشم ميم ذي السجود اكشم ولكن سعد الأجر ولكن ماشي أجر الجماعة أجر نية الالتحاق بالجماعة ثنوير إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اجتهد داين وتلحق ضرع الله غالب فثك الظليث الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم اشو السينا بكر الصديق خاطر بكر الصديق ركع كان فين يقيم ذين يظل وحدس ذا شو السينا اسمي بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة مالغري الظل وحدس الصف وحدس اشو السينا إن زادك الله حرصا ولا تعد بحديث الصحة يستوضيه الإمام البخاري زادك الله حرصا في كاس دعوة الخير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم باللي أبو بكر الصديق يعني يحرص باش هذه الزار صلاة الجماعة باش يلحق باش هذه السور صلاة الجماعة ذي الحرص تسمين النينغ ذي النية نيك ساعة ذي الإيمان الصوضا باش تركع كان ذين باش تتفثر صلاة الجماعة ولكن ولا تعد يعني سيادة الساول وتزال وحدك إلا قد تشمل مع الجماعة يعني أما كيكون دنيا غتروح ضربت في ذاك يعني أمكان يكشم ديننا بدون الحرص أما كدنيا خاطر يتمثل تيكوا تفضي ولا شامكان مي أدي ما يسدي الطق إلى آخره ما لكن الله غالب العلماء قالوا بالجواز قالوا وأن هذه الصلاة تجزئه ما إلا يون يساد وروطار يفطر الجماعة ولا شامكان دا مانيس ولاش يعني والناس ديالنا والباش هذا يغادر الفير بدون حرج ولا قال يخدم الفوضى هذه تسي يون خاطئ يخدم الفوضى خاطئ الظال وصلاه مقبوله تجزئك ولا تعد هذه الصلاه الساعه وذلك صلاتك مقبوله ان شاء الله تعالى. طيب سيدي ثورة نغال نقطه النظام سادسا صلاه الرجل في داره بصلاه الامام تجد مهمه يعني مريض الورقاز لقو خامس جماعة إزمارة الظل ما عدا يصلي في إزمارة صلاة الجمعة يعني صلاة الجماعة في المسجد نهضرت في الدرسني عدان جدين ساعة وذارة ولكن ما إلا يون يفعث نغيس على العذر هذه الظل دقو خامس يجوز باش هذه الظل صلاة الجماعة أو كذي عقاليس ديني لهنا طاس الفايدة مزورث يسعى أجر الجماعة أميسي ونغسين 3 نغثمثنيس كذا ثمطوثيس يماس وكذا يسعى أجر الجماعة 2 تدريب إيما أولانية عقال على صلاة الجماعة كان بعض العلماء يقولوا وقد حرموا منها كثيرا ندولك سيتادير يزمريو دينا غير صلاة الجماعة تقول الجماعة نورمال ولكن تقول خام كل يوم يصركع وحدس
وثيكوال ويجات وتجال ماذا العشاء تيزالياك وزرا ما مكثورا نهضر كان تيدت نسعى كالدريا سمحتي ماشي كالدريا عندهم الحرص ميثيك ولا ما الا ذا بخما كني هيا جماعه هيا طوزت باش نزلث سندخل شويه تيسمين تحركنا كنا نزلن ديجا تساعد الاجر باش هذا وين يذيك صلاه الجماعه. الحاجه الثالثه باش تبين فضلها خاطر الساعه الفضل ذا القران مادام مثلا قرا نتزالى والحمد لله ربي يتقبل الانسان يحرص على صلاه الجماعه بقدر الامكان اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سمحتي صلاه الجماعه داخل تواشولي اللي يبداو نتزالنا راكم ولا ما كانوا كنزلنا كل وحدس اذكرنا الزليث تمغار وحدس امغار وحدس يرمزي وحدس كل يوم سجدين الى اخره يلها باش نديروا صلاه الجماعه. ولما لا مادام هضرت تفيكلتني عدان باش يكون مكان مصلى داخل الاداره توجور داخل باسكو ذا قول ذا القران مازال داخل الجامعه داخل الادارات الى اخره اوها ربي هذه يخدم بلادنا كحيز هكا بتيت شامبر هكا مكان يعني ازاله الجماعه وثاقيس التجربه يثبت والله من كل مكان ان يفقد ووال باللي الا مكان نتزليث مصلى صلاه بريير لان وكذا ونتزلى راه غادي نتزلى تفتح الشهاده يزرق شخصيا شهاده حيه. اما كان الجامعه وحدس انت خدم الدعوه اما كنتي درتو ساعه الجامعه يمزول قليليث يا هكا فكرتني عندنا نجيو الجامعه ذاك يذكري حكاني دينا مزولا إنا كيو الوقت ما ولاش الجامعه وكذا مزولا قلال ما تحسبض فكاين كثير المعلومات لا عجب يعني بلا ما ناخذ لي شيفر لي ستاتيستيك مي بمجرد الجامع يفنى ذي ثدارت يرفض الاذان الخير البحر هذه يغال الجامعه هذه شهر هذه شهر سكي مارت بس تخمم ليكستونسيون باش توصل الجامعه ثلاث البركه الجامعه الله يبارك ما شاء الله وميم داخل الاداره داخل الجامعه داخل البنكه داخل الى اخره مثلا كان مصلى كان كذا مشطوح اتفض يمزولا غتسس نجرب في الجامعه عندها صلاه وقال يتزال وتزال نار وقال يتزال انا ابي بريكان تيدي في غاد السبه بيسكو لاش كان نزال ولا كان سخان مي خدم شويه بوم كان كذا مشطوح كان هكا اتفض الخدام للشيوخ وكذا نروح نزال اتوا شويه توصلت الجماعه في المطارات داخل المطار كيف مادام ثلا الى المصلى توصل صلاه الجمعه صلاه الجماعه الى اخره هذو كذا فتاكي بزاف اوها ربي من ذيك خامن النغ سوت المهم يفكر ربي في كاس ربي خامي وسعني يعني هذه خدمه ما كانش ولا مصلى اسي زدي اسي خدمني طابي الله يبارك ما شاء الله شغل ما كنت فرصه تسبيل دي صلاه يكوي مولانا ردينا ولا مولاش نابورتو صالون كل وار انت تفهم صلاه الجماعه ثلها من داخل البخاري. طيب سيدي هذا نهضر سابعا النقطه الاخيره بعدين نختموا باش نعطيو فرصه للنقاش. النقطه ما قبل الاخيره المسمع حكم المسمع هذه النقطه السابعه. المسمع يتمثل ذا شو المعنى ممكن يتم بطريقتين اما مولاش ميكرو ياكي اتفض الامام يكبر ولا نفيرس اما الفير دينا كان في الامام نعرف الفير ياكو يسمع ادير في الصوت باش تسلن ويا ظل الفير ثاقي خدمت زيكي تذرين خاصه في صلاه الجمعه صلاه الجماعه ما تكون الغشي أتفضل الإمام يكبر وإنا يرفض الصوت باش تسلني نقولها ثقي جائزة نغثر الحمد لله مع لي ميكرو ثورة سلاسونو مباشرة يعني الصوت يوصل مهما كان عدد المصلين لكن فون الغاشي سواطاس يعني ظلن ذفير للإمام ولكن عن طريق صوته عن طريق المسمع يعني عن طريق مكبر الصوت يعني الميكرو. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى خاصة في مرضه الظن أبو بكر الصديق كان يسمع يعني يرفض الصوت باش تسلن ياك الصحابة وياك يظن دفير وسلنا راه يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم سلان صوت المسمع وإذا غنى عند الفقهاء الإمام ما يجهرش كما يجهر المسمع مثلا
الإمام ديني الله أكبر أكيد شبح ديني ماشي الله أكبر ثقيد المسمعات يخدمن ستان ديتاي ولكن هذا تفلس الفقهاء بوند الواقع ياقي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نذ أبو بكر الصديق يزول في النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته يرفض الصوتيس يسوغان يعني يعقض يرفض الصوتيس باش تسلم وقال لان ذفير تظل ذفير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النقطة الأخيرة ثامنا مكروهات صلاة الجماعة. شو المكروهات يقول في حق الجماعة؟ المكروه ثم زور ثلاث مثلا هضر فلسي درسني عدان باش يون باش هذه لحظات الجماعة دي خد الكروس أديز سورتو لي جون سبورتيف أديز سيدي باش هذه الحق شيني هذه الدبلية كل غاشي الكفري باش هذه الحق هكا هذيك الشمر الظل زينارو تروكان ديني قال قادر يرضى مش هذه إما تظلت الراحة الصلاة ولا الراحة صافي لا قد يقصد الصلاة بسكينة يعني بهدوء وبوقار ولا حرج أن يسرع الخطى معليش باش يتغاول لك شويه تكريس ماشي يدير حتى كيظل القيمانيس يتغاول شويه تكريس يسرع الخطى ولكن ماشي يجري حتى يلهث هذه يزل لما يلهث. وقيل مكروه مزول مكروه والسين الصلاة بين الأعمدة ثورة كذينا لبيلياكي داخل الجامع إلا عند الضرورة ما ماشي الضرورة ما نقطعوش الصفوف خطر العمود الني يهزم الصف نكوني أمرنا باش الصف غادي لي موصول ماشي منقطع. تكره الصلاة بين الأساطين وبين الأعمدة أعمدة المسجد إذا كان المكان متسعا ما إلا نسعى اون مارج دو مانوفر باش نحرك نقدم الزيت نغرد فيه لما في ذلك من قطع الصف يعني يلزم الصف وعدم اتصاله والمطلوب الصف هذه اللي متصل ماشي منفصل ماشي مقطوع اللي موصول. طيب سيدي إلى الحديث إن صليت مع أنس يون سي الصحابة إن صليت مع أنس يزورك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أنس إنك صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري إنك فتقدمنا وتأخرنا والله حرزات ما حرز فيه سبت تقلفن أمشاري للصف أكم فيرم خويداكي مثلا غريب دكا كذ العامود الني سيثم كي تقدمنا وخرم باش يتسيرها العامود الني دي تلمس يزم الصف يعني فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتقي أنس سنينك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن تفعاذ الأعمدة في العهد النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحة يسوفغيثيد رسول الإمام أبو داود. وقيد المكروه والسين ما إلا نخدم يعني العمود ذي تلمس ديالنا على الكراهة العلماء سقرش انت مسلتاقين إذا كان ضرورة إذا كان هناك ضرورة ويكون الناس في حرج لو كان نغال ردفين نغرز ذات نغال ولاش ما كان السجود وموضع السجود ذاكين لا حرج مع الكراهة. المكروه والثلاثة تقدم المأموم عن الإمام المفروض الإمام توجد الرزدات المأموم يدير فيه هكا هذا هو النغ ولا قال إلى جانبه الإمام الصف هذا عند الضرورة ما كان يضيق يمكن يبغى نخدم صلاة الجماعة يوم الصف لا حرج أن يتوسط الإمام ويتقدمون ولو قليلا كما فعلت ما كان خدمة كان يولي ولو كنت تقدمك شوية كان. كذلك المكروه والسرعة الخروج من المسجد بعد الأذان وعند الإقامة ما لا يون يعني الشيخ يبدا يخدم بعد الأذان وعند الإقامة وقيم الصلاة نساليفخ السلوكاكي وذوي الهراء من الكراهة. أكتفي بهذا على كل حال. تكرار دار الجماعة في المسجد تجي هذا وقف غرس الصحيين تكرار الجماعة في المسجد آية مثلا سمحتي ثورة بارمي تمثال يتزران على الأقل يكون الأخبار إلا وان ذي الجوامع خاصة داكي غنى ديال الجزائر عند المذهب المالكي هو الغالب نزرا أن إلا الجامع يسعى الإمام الراتب إمام ثابت أنزل الجماعة يذس فقط ما إلا كفى زيت الجماعة
وين ديوسان يظل وحدس، يظل وحدس. أي غار فقهاء المالكية ند هذا الذي يحقق مقاصد صلاة الجماعة، وحدة الصفوف وتلاحم الأرواح وإلى آخره. ميلا نفتح المجال لصلاة الجماعات إنايش واقي ذريعة للفتن، الذريعة تابورث أراغي السوضان باش تظهروا الفتنة، أتصدروا الفتنة. ينهى، هناك نهي عن الصلاة جماعة في المسجد مرة ثانية بعد صلاة الإمام الراتب أو في صحن المسجد. مين في صحن المسجد؟ يعني في صحن المسجد، لأن تكرار الجماعة في المسجد هذا كما قلت ذريعة لانقطاع الصف، ذريعة الفتنة، نغلي زرع العداوة، نغلي زرع الكراهية، وكذلك فتح المجال لأهل البدع باش المبتدعة أدشمن سياقي سيث بورثي. لذلك يا جماعة الخير أدو كذا بزاف النقطة ياقي مليح خاطر مالوريزمون وسناخذ الخبارات يقينا في بعض المساجد أن دغج الإمام لما يزول أدس مجموعة أظل وحدسن صلاة الجماعة. أيث مثلا لو كان عبد ربي باش نقرب الغورس ماشي باش نبعد في الناس، هذا أن نعبد ربي سبحانه باش أنا ولاجر يقينا والبر ذمة من غم الله عز وجل، وفي الوقت نفسه باش نقرب ربي سبحانه. إن لك غير بعد الفلاس يلقى بعد الفلاس. قول السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.